ابو الصراصير يا اخي يا اخي. ناسف على بشاعة المنظر ولكن مضطرين نعمل كده، هنعمل ايه؟ المهم عشان ما اطولش عليكم، القصة كلها بدأت انا مش قادر استحمل الحر بصراحة بجد. اشغل المروحة واتبع للفيديو، هاخد هوا كده من المروحة وارجع تاني. يعني ايه نفخة بس كده. كنت قاعد مع صاحبي حب بنت جديده وبيوريها لي، بيقول لي ايه رايك يا اسطى؟ فقلت له والله جميله. راح جاي ضاحك كده، فبقول له بتضحك على ايه؟ راح جاي قال لي جميل عوض. ما فهمتش بصراحه، بس لقيت كله بيضحك على انه صرصار تاني. انا انتوا ايه؟ انتوا عشان الشقه فاضيه يعني ولا ايه؟ لا يابا والله اجيبك مش هسيبك. سلاحي سلاحي ماشي اتفكت مني. قتلت 3 صراصير عايزين يهجموا عليا وانا معيش سلاح وانا اعزب. هي لو تكون في جمعيه حمايه الحيوان ولا حمايه الصراصير ولا اي حاجه يجي يقول لي انت بتقتل صرصار بس بجد لو حد بيدافع عن الصراصير يعني بجد يعني. كان غيرك اشطر ولا سلاح. طبعا بمثل انا شخصيه البطل ما ينفعش يموت في الاخر. بعدما ضحك اصدقائي على نكته جميله عوض وانا مش عارف بصراحه ضحكوا ليه. عندما ذهبت الى البيت فتحت الانترنت ودخلت الى يوتيوب ثم دخلت الى الترندنج، لقيت تو فيديو للفنانه جميله عوض. فاحنا النهارده جايين نتكلم عشان نعرف مين الاستاذه جميله عوض. طبعا اول حاجه عملتها دخلت على الانستجرام بتاعها، عملت لها فولو عشان انسم، وطبعا بدات ان انا ابص على الانستجرام بتاعها. واضح ان هي اسم على مسمى عشان انسم. بصراحه قعدت افر كتير في الانستجرام بتاعها عشان انسم. فلاحظت ان هي ليها افلام قديمه 2015 كانت موجوده، 16 افلام زي هيبتا وتحت السيطره. فالنهارده جايين نشوف مين هي الاستاذه جميله عوض واخرتها ايه مع الفنانة الأستاذة القديرة الجميلة الاسم على مسمى الأستاذة جميلة عوض. صرصارين بعدهم صرصار. معانا اول فيديو الاستاذه جميله عوض مع الاستاذه اسعاد يونس. زوج الفنانه جميله عوض يفاجئها على الهواء مع صاحبه السعاده. مش هتصدقوا رده فعلها. فاحنا النهارده جايين نكتشف وافاجئها ازاي وافاجئها بايه ونشوف رده فعل الفنانه. دلوقتي احمد انت شفتي تليفونه وهو مسجلك ايه على التليفون؟ لا جميلة ممكن عادي. منطقي جدا. انا كنت مسجلاه احمد حافظ اور اديتور. احمد حافظ اور اديتور. عارف بيعمل ايه بصراحه؟ وقت لا تطفئ الشمس فكاتبه اور اديتور. اور اديتور يعني ايه اور اديتور؟ محررنا. اور اديتور محررنا. دلوقتي ايه؟ احمد حافظ من غير اور اديتور. شالت بقى اور اديتور بقى مع بقت زوجته. ما دام ما جاش وقاعد يمنتج لي دلوقتي ومشغول. اور اديتور بتاع مونتاج يعني. هخليك تطبخ وانت لا هو خاف ان هو هيجي وهتخليه يطبخ. هنا الاستاذه الجميله اسعاد يونس عايزه تخلي الفنانه جميله عوض تطبخ عشان تشوف هل هي زوجة صالحة طباخ ولا لا. انا بتاعك سبيكر شوفي بيضحك ازاي. سمعيني صوته. الو يا احمد. انا ليه حاسس ان ده تجمع عائلي يعني. كانوا ممكن يعملوا الحوار ده في البيت عادي من غير برنامج يعني تصوير وداني. لا مش عشان صرصار صغير هرحمك. لا ليه ما جيتش يا احمد؟ ليه ما جيتش يا احمد؟ انا كنت بسال جميله بقول لها عندك الباسورد بتاعت ايه جميله دي؟ انا ملاحظ ان هي عماله تقول لها جميله من اول فيديو. مالها كلمه جميله عادي. الاول بس كده برمي كارت اللي هو بص هنتجوز اهو بص معاك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. يا حبيبي انا عارفه والله، وطلع فيلم جميل من اجمل الافلام اللي انا عملتها الحقيقه. يعني ده فرشه الخير كلها. تسلم ايديك وعينيك يا حبيبي. تسلم ايديك والله يا حبيبي. ما حسيتش بيها خالص. وانا عايزه اكتشف هي بتطبخ ولا لا. ما ردش. بتقول لها ما بطبخش وهو ما ردش عليها. يبقى اكيد بتطبخ طبخ حلو عشان انا في الكورونا اتجوز. فانا ساعتها بصراحه قلت ان هي لازم اتجوزها. في الكورونا؟ كنت فاكر يعني في الكورونا على اساس في الكورونا يا عيني عملت لك الريش في الكورونا. فتره الكورونا كلها عملت له ريش. بس عاشوا بقى الريش دي طول فتره الكورونا. عملت لي ريش في الكورونا من ساعه الكورونا يا احمد وانتوا على الريشه اللي هم قعدتوا عليها دي. قالت نفس النكته بتاعتي. لا تنفع في الوسط بتاعه بقى. خلاص انا دلوقتي هختبرها
وهقول لك النتيجه، او النبي. بس لازم هنرجعها لك بقى من زاويه طاجن الباميه وطاجن الرز المعمر، هنرجعها لك. شايفين الراجل لما سمع تاجر الباب تاجر اخيرا حاجه بتتفهم. راجل هفتان يعني. الموضوع ما وقفش على كده بس، الاستاذه جميله راحت تطبخ بنفسها اكله، فتعالوا نشوف طبخت ايه. الا جميله ستايل. ايه ده يعني؟ ايه ريش وحواوشي بطريقه جميله عوض. نشوف طبخت ازاي الريش والحوش. في صرصار هنا بس هقتله. الموضوع بقى مريب، الموضوع بقى مزري، الوضع بقى سيء. للاسف ما كانش ده الهدف من الفيديو خالص، والجو حر بغباء. مش فاهم ايه اللي انا بتفرج عليه ده اصلا. هاخد بس شويه هواء من المروحه ارجع لكم تاني. بس كم احتاج من ساعات في حياتي والله. خلاص ايوه اوكي. هنحط بقى عليها دبس الرمان. خلص اهو. مش في كان طبق لا تاني؟ ده صويا. ممكن دبس رمان تاني. وايه دبس الرمان ده يا جدعان؟ بجد يعني ايه دبس الرمان؟ مش عارف. ما تاكل اكله ايه اصلا ريش دي يا جدعان؟ عمري ما صحيت الصبح في حياتي قلت يا واحد عايز كده ريش. لا ما عملتهاش، ما حصلت. تاكلوا اكل عادي يا جدعان. فين الملوخيه؟ فين الباميه؟ فين البسله؟ فين الرز؟ والله اعلم دي هي صلصه. خلي بالك بس صلصه ايه؟ مش من اللي احنا بنجيبها احنا. ده عايده عليا وعلى اللي بيتفرج عليا غالبا، عشان ما حدش من اللي بيجيب دبس رمان هيتفرج عليا غالبا. ازيك يا جيجي؟ يا جيجي ميرسي يا جيجي دي اهم شخص دي بالظبط جدا. حاسس ان هم ذات نفسهم ما عرفوش مين جيجي. دبس رمان. حطينا دبس الرمان. هنحط صويا صويا صوص. صوص. ايوه بس الصوص معروف. انا حاسس ان صويا صوص دي حاجه دار كان عارفها، بس انا ما رحتش قبل كده برضه قلت لا الاكله دي محتاجه صويا صوص. لا ما عملتش كده، ما عملتش كده. انا عارف الصويا صوص. عسل. ده عسل، انا فاكراه زيت. لا هنحط عسل على بحب الكلام ده اللحمه. جدا. حط عسل على اللحمه. ايوه عسل على بس هو في اللحمه. الطبيعي عامه انا بس هو في الطبيعي ما حدش بيعمل الكلام ده عامه. صرصار وشكله من اللي بيطير. انا تعبت بيني وبينك، تعبت والله. لفتك بعرضك. لا في لول كان في شخصيه في لول بيمشي عامل كده برضه. الشخصيه الجديده اللي ضافوها اللي اسمها اورو ولا اورو ده برضه كانت شخصيه ضم بصراحه، بس قويه جدا. انصحكم تلعبوا. طبعا مستنيين اقوى جيمر في مصر نفصح عنه دلوقتي، يبقى احسن جيمر في الشرق الاوسط كله. وهو مش بس يبقى احسن جيمر، يبقى افضل يوتيوبر وافضل صانع محتوى وافضل من وقف امام الكاميرا. مساله وقت بس. كان بيطير والله، كان لسه هيطير بس انا لحقته. بس انا مفتح واتساي امسكها فورا عالطاير. ماشي. وهنحط ايه ده بقى؟ قولي. سكر بني. يا راجل. سكر بني. منطقي جدا سكر بني. انا فاكراه برغل. فاكراه برغل. فاكراه ايه البرغل ده يعني؟ يعني ايه برغل يعني؟ هل تشوف حاجه كده؟ تشوف حاجه لونها بني عموما في حياتك وتقول يا شفت البرغل؟ ايه البرغل ده؟ اكراك يا دين امي. المشكله ان محدش ادى رياكشن اللي هو ايه البرغل؟ بتقولي ايه؟ لا هو كله لا مش برغل. لا مش اللي احنا بناكله ده. لا مش البرغل. تحت الفرن في جوانشيات. و انا عايزه هاخد كتير. احتاجنا اي حاجه؟ اخد كتير ناخده معايا وانا مروحه تاني. الله كده. يا وهي يا شيف اقلب. احنا قربنا نشيل. لو هي استوت نشيل خالص. لا لسه في حته. قول لي دي لحمه في الحواوشي. لا ده انا كده انزل اتخانق مع عم امين بشتري منه سندوتش الحواوشي ب 8 جنيه يديله نص رغيف اصفر وحاطط لي فيه كزبره وحاجات كتير فشخ ومفيش لحمه. بجد مفيش لحمه. انا مش عارف هو ازاي هو بيعمل كده ازاي، مش عارف والله. انا مسكت سندوتش قبل كده وفككته. فككت المكونات الغريبه الواحده ديت، جبت مفكات وكان حوار. بس تاكل بقى العبث الكتير ده تلاقي فيه طعم لحمه ازاي مش عارف. ما انا اصلي الوصفه اصلي ما تشكيش القصه. الوصفه دي ضاعت مني. انا مش عارفه بعد ما بنتبل بنعمل ايه. اي حاجه تقابلني بتضحك بعد كده على طول اضحك ضحكه الاستاذه اسعاد يونس. قطع بس نجهز تمام. حته من الريش اللي هي هنلعب بيها. بصراحه انت بتراجع شريط حياتها كله تقول مش كنت هتعلمني في الطبخ عشان اعرف اعلم الغلبانه دي ازاي تطبخ. كده هو ده الطعم هيطلع طعمها عامل ازاي. انا جوعت انا بجد. انا كل ما انا عملت قبل كده فود ريفيو برضو وقعدت اتكلم مع الناس اللي بتعمل فود ريفيو وجوعت. خلوني اروح اطلع الساعه 12 بالليل اجيب اكل.
لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس وشير الفيديو للناس المهمه اللي انت بتحبهم عشان يستمتعوا بالفيديو. كان معاكم يوسف الشوني، متنساش دايما ان انت حلو عشان انت حلو، والسلام عليكم.